أمين حارث، فرصة جديدة على مشارف الحلم الأفريقي. استعاد النجم أمين حارث عافيته ليدخل من جديد قائمة منتخب المغرب بعد صدمة الخروج في الرمق الأخير من قائمة أسود الأطلس لمونديال قطر 2022 بسبب قطع في أربطة الركبة. وشهدت مسيرة حارث خلال العام الأخير تقلبات عدة تغلب عليها بفضل إصراره الشديد. والتحق لاعب مارسيليا بمعسكر الأسود الجاري ويتأهب تدريجيا لاستعادة وضعه السابق كلاعب أساسي ضمن تشكيل المدير الفني وليد الركراكي. تألق حارث بشدة في نانتي الفرنسي، فضمه نادي شالكة بعمر 20 عاما في 2017، وتوهج أيضا في ملاعب ألمانيا ولفت الأنظار وسط نجوم البوندسليغا. لكن لاحقا روجت وسائل الإعلام الألمانية لإدمانه السهرات في قاعات القمار، وهو ما نفاه اللاعب، وتسبب له ذلك في أزمة نفسية قوية. وبما أن المصائب لا تأتي فرادى، حاول اللاعب أن يتحرر من هذه الملاحقة الألمانية بفسحة أمل في بلاده بالمغرب، إلا أنه في صيف 2019 تورط في حادث سير خطير بمراكش تمت ملاحقته على إثره. لاحقا استبعد حارث من قائمة المنتخب المشاركة في أفريقيا بمصر بقرار مفاجئ قبل ضربة البداية من جانب المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، فتضاعف يأسه. لكن مع الدعم العائلي، خاصة من جانب والدته التي قررت البقاء معه في ألمانيا وزواجه، تغيرت حياته رأسا على عقب صوب الأفضل. العودة بعد الصدمة. اختار أمين حارث العودة للعب في فرنسا عبر بوابة نادي مارسيليا معارا في 2021، ثم تحولت إعارته من شالكة إلى عقد دائم في يوليو الماضي. وقبل المونديال بشهر، وسط فورة حماسه وتألقه، أصيب بقطع الأربطة في مباراة ضد موناكو ليعيش دوامة حزن جديد، إذ غاب عن أكبر إنجازات الكرة المغربية، تحقيق المركز الرابع بكأس العالم 2022. وعاد حارث مطلع العام الحالي ونجح في كسب ثقة وليد الركراكي بعدما توج بجائزة لاعب الشهر داخل ناديه في سبتمبر الماضي. ويترقب حارث بحرص الأشهر القليلة المقبلة التي تسبق كأس الأمم الأفريقية ليكون ضمن كتيبة الأسود الطامحة في كسر العقدة القارية وتحقيق حلم الظفر باللقب الثاني في تاريخ بلاده بعد نسخة إثيوبيا عام 1976.